رح نعمل أطيب وأنجح وصفة زلابية بالعجينة الرخوة الحلوة يلي جامعة ما بين الطراوة من جوا والقرمشة من برا. بتشهي القلب صدقوني. خلينا نبلش. كباية ونص من الماء الفاترة، ملعقتين كبار مليانين من الخميرة، ملعقة كبيرة سكر، منحرك منغطيهم ليتفاعلوا. منحضر المواد الجافة: 4 كبايات طحين، كباية ونص من السكر، ملعقتين كبار ينسون بودرة، نص ملعقة صغيرة جوز الطيب ومحلب، ملعقة صغيرة أو كبيرة حبة البركة، نص ملعقة صغيرة ملح، وإذا بتحبوا ملعقتين كبار حليب بودرة. منحركن، بنرجع منضيف فوقن الخميرة يلي سبق وتفاعلت، تشوفوا كيف صارت، ومنعجنن كتير منيح. وهيدا القوام يلي بدنا اياه. ايه لازم تضلها رخوة بهيدا الشكل وتلزق بايدنا. منغطيهم بنايلون وببطانية، منحطهم بمكان كتير دافئ اقله ل3 ساعات. من بعدها مثل ما هي العجينة منرش على وجه السمسم المحمص، ندهن ايدينا بالزيت لانه كتير بتلزق، ومنصير نشيل عن الاطراف مثل ما عم بتشوفوا الاصابع، ومنقليهم بالزيت الحامي حرارة وسط. منضل عم منقلب. لازم يكون لونهم غامق لتستوي العجينة من جوا، ما تطخنوهم لانه رح يرجعوا يكبروا على القلي. وكل ما خلص صف السمسم نرجع منزيد او منرش على العجينة لتخلص الكمية على الاخر. ريحة بتشهي. جربوها، ما تنسوا تبعتولي الصور، وعقبال كل سنة يا رب.